السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم صفاء في أول حلقة من بودكاست لب الحكاية، البودكاست اللي بيبدأ فيه الوعي وتتشكل من خلاله الحكايات. النهاردة بنبدأ أول حلقة من الموسم الأول واللي هنتكلم فيه عن التأهيل للزواج. الأول أحب أفكركم بمحتوى القناة. أنا هنا بقدم محتوى عن التأهيل للزواج، علم النفس الأسري، التربية الصحية، الصحة النفسية، وغرس المبادئ والقيم. يمكن المواضيع دي شكلها مش مترابطة، لكن من وجهة نظري إن كلها بتدور حوالين البيت والأسرة علشان نعيش حياة أكثر أمان وهدوء واستقرار. ندخل بقى في موضوع حلقتنا على طول. ليه أصلا التأهيل للزواج؟ وإيه هو مصطلح التأهيل للزواج؟ وفي ناس يمكن تقول هو أنت فاضية وجاية تطلع الكلام ده علينا تضيع وقتنا. طيب بالهداوة كده مع بعض، لما أقول إن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس كل المجتمعات البشرية، إيه رأيك؟ مش كلام منطقي؟ تمام. طيب لما حد بيقبل على الزواج بيتوقع إيه؟ أكيد استقرار، سعادة، راحة، سكينة، حياة مطمئنة كده. وده فعلا تفكير أي شخص طبيعي وسوي عايز يعيش في سلام ويفرح شريك حياته، مش يتعبه ويكون سبب في شقائه. لكن الواقع الناس بتقعد تخطط للفرح والديكور والأكل والشبكة والمهر، كل شيء حرفيا بيخططوا له، كل شيء بيستمر لساعات أو شهور بيخططوا له. نيجي عند الحياة نفسها مفيش تخطيط. ده فعلا مثير للسخرية انك تجهز يوم الفرح اللي بيعدي في كام ساعة وتنسى حياة كاملة هتعيشها مع شخص تاني لآخر عمرك. ولو رجعنا للأساس، الزواج مش بس عقد دنية لبناء بيت وأسرة. يعني مش المفروض من البداية نكون رايحين للزواج بهدف الانفصال بعد شهر أو سنة زي ما في ناس حاليا بتعمل. تمام، وده طبعا حرام، لأن شرط من شروط صحة الزواج النية ببناء بيت وأسرة. تمام، بس ده مش موضوعنا وهنتكلم فيه برضو في وقته. تمام. المثير للدهشة بجد إننا كأشخاص فاهمين كويس إن أي شغل أو مهنة محتاجة تدريب وتأهيل، لكن لما بيجي موضوع مهم زي الزواج فجأة بننسى إننا محتاجين نتعلم ونتأهل ليه. وإيه لازمة الكلام ده؟ طيب يعني إيه تأهيل الزواج؟ الموضوع ببساطة عملية إعداد شاملة للفرد علشان يدخل حياة زوجية بنجاح ووعي. أنا أعيد الفرد ده من كل النواحي علشان لما يدخل الحياة تمام يكون ناجح وواعي للي هيدخل عليه للحياة الكاملة اللي هيعيشها فيما بعد. والعملية دي بتشمل تعلم المهارات والمعارف اللي بتساعده يعيش علاقة ناجحة ومستقرة. طيب المهارات دي زي ايه؟ المهارات دي متنوعة وممكن نقسمها ل5 جوانب أساسية. طبعا في كتير جدا بس دول ممكن نقول الأساس. تمام. أولا التأهيل النفسي والعاطفي. تأهيل نفسي وعاطفي بيشمل ايه؟ بيشمل فهم الذات، النضج العاطفي، إدراك المشاعر، التعاطف، التفاهم، تقبل الشريك، وكمان بناء الثقة المتبادلة بين الشريكين. طيب كل الكلام والمفاهيم دي هنتكلم فيها لما يجي وقتها، لكن حاليا هنتكلم بعناوين بس. ثانيا التأهيل الاجتماعي. التأهيل الاجتماعي ده معناه نفهم أدوارنا داخل الأسرة، نتعلم التواصل الفعال مع الشريك ومع أهله، ونتشارك في اتخاذ القرارات. ثالث نوع أو ثالث قسم التأهيل الفكري والمعرفي. ده بنفهم طبيعة الزواج وتحدياته ونعرف حقوقنا وواجباتنا الأول طبعا، خصوصا الجوانب الشرعية والدينية، وده اللي بيبني الأساس الفكري للعلاقة. الجانب الديني والشرعي مهم جدا ولا يصح ولا يمكن إهماله. بعدين التأهيل الصحي والجسدي، ده بقى ملعب كبير، جيتوا الملعب بقى. تمام. ده بيشمل الوعي الصحي أو الوعي بالصحة الجسدية والإنجابية ونمط حياة صحي. وعلى فكرة رغم وجود برامج
فحص طبي للمقبلين على الزواج، لكن في مصر أم الدنيا حبيبتنا للأسف في ناس كتير بتلخص الموضوع بدفع 50 أو 100 جنيه للموظف علشان يطلع لهم شهادة في ساعة. تمام. ويعني بصراحة دي مهزلة بصراحة، وهتكلم فيها باستفاضة لما يجي لوقتها يعني. تمام. ويا الله المستعان. بعدين بالنسبة للتأهيل المالي والاقتصادي، أيوة يا سادة زي ما سمعتوا بالضبط، مهم جدا نتعلم ازاي ندير ميزانية بيتنا. الموضوع مش يعني مش ماشي بالبركة هي. تمام. لازم نخطط للمستقبل المالي ونتفق من البداية على أولوياتنا. حابة ان انا اذكر مثال بسيط يعني في النقطة دي، مش هكتر فيه يعني. تمام. زي حد مثلا على سبيل المثال الزوج مرتبه او راتبه 4000 جنيه في الشهر. تمام. 4000 يعني موظف بسيط. الزوجة مثلا من البنات اللي بيتصنفوا تحت كاتيجوري السكين كير بقى والكلام ده، الاهتمام بالسكين كير، عذرا يعني مش حابة اتكلم انجليزي، اللي بيتكلموا اللي بيهتموا بمنتجات العناية بالبشرة، وتلاقي كريم للهالات السوداء وحده، وكريم للايد، وغير كريم الرجل، غير كريم الجسم، والكلام الحلو ده كله. تمام. انا بلغي طبعا لان الموضوع بالنسبة لي يعني السخرية. انا مش بسخر من اي حد، انا بحترم كامل احترامي لكل الناس دي، وده الصح على فكرة ان يكون في عناية واهتمام، لكن انا بالنسبة لي تمام. فالمهم يعني ان حد زي كده يعني بنت لازم كل شهر تشتري يعني اسمها ايه باكج كامله للعنايه بالبشره، باكج كامله للعنايه بالجسم، باكج كامله للعنايه بالشعر، معرفش ايه تاني، الكلام ده كله. هل ده ينفع مع واحد يعني راتبه 4000 بس؟ تمام. اكيد ده شيء مش متكافئ. تمام. فبالتالي مهم جدا ان احنا نفهم أولوياتنا المالية، ويكون لنا هدف كده وخطة من البداية. احنا عايزين والله مثلا نشيل فلوس على جنب، احنا عايزين مثلا ندخر. تمام. احنا عايزين مثلا نبني بيت كبير او فيلا كبيرة او نشتري عربية بعد فترة من الزمن. ايا كان لازم يكون في أولويات وخطط وأهداف مالية، وفي كل ناحية من النواحي اللي انا اتكلمت فيها لازم يكون فيها أهداف وخطط. تمام. بعتذر عن الإطالة فيها بس حبيت أوضحها. ندخل عن التأهيل. ندخل بعد كده. التأهيل بيكون ازاي؟ التأهيل ده ممكن يتم من خلال ورش عمل، دورات تدريبية، واستشارات سواء فردية أو زوجية، وحتى قراءة وبحث ذاتي، وده اللي أنا شخصيا بحاول أعمله. أنا بحاول أقدم ملخصات للدورات اللي باخدها اللي هي المجانية طبعا، لكن المدفوعة مقدرش إن أنا أنشر أي كلمة براها علشان ده كلام يعني ليه حقوق نشر وكده، بس الكلام يعني هو نفسه في نفس الملعب. علشان افيدكم بحاول ان انا الخص الدورات المجانيه ديت، بوديكوا يعني لبها ويديكوا خلاصتها. تمام. ومع احترام كامل لحقوق الدورات المدفوعه، وبحاول كمان الخص الكتب وابحث وكده يعني. تمام. واتمنى ان ده يفيدكم ويفيدني شخصيا برضه. في صراعات كتير بتحصل في اول الزواج، ده ممكن نتجنبه لو قضينا وقت بسيط جدا في الإعداد الجيد. طيب ناس ممكن تقول الكلام ده للناس اللي ما اتزوجتش، طيب والمتزوجين خلاص راحت عليهم. الحقيقة مش أنا بس اللي بقول كده، ده رأي خبير استشارات أسرية بقاله أكتر من 40 سنة في المجال، وصاحب الكتاب اللي هبدأ أشرح معاكم قريبا، وهو الجميل والرائع بالنسبة لي يعني جاري تشابمان. جاري تشابمان بيقول ايه؟ بيقول بعد الاول ما اقول يعني نقطة كده، الناس اللي هم اول ما سمعوا الاسم جاري تشابمان اكيد مش مسلم، وهو بالفعل مش مسلم، حد غير مسلم. تمام. بس حابة اقول شيء، الناس اللي بتحافظ على الاستفادة من غير المسلمين احب افكرهم يعني الحكمة ضالة المؤمن، ان وجدها فهو احق بها. تمام.
بما اننا انا براعي المعايير المجتمعيه والدينيه والاختلافات بين المجتمع الشرقي والغربي، واي مفاهيم غير اسلاميه بحاول ان انا ما اتعرض لهاش ابدا. تمام، بعد عن وكلامي هنا من منظور الدين والشرع، مش من منظور النسويه ولا الذكوريه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. تمام، يعني انا ايه مش باجي على حساب جنس، مش باجي مع جنس على حساب جنس اخر. تمام، احنا بنتكلم من منظور دين وشرعي. تمام، بعد عن اي تعقدات تانية ومصطلحات تانية غير مقبولة اجتماعيا ولا دينيا. تمام كده، النقطة دي خلاص. طيب انا ليه اصلا، بما ان في ناس يعني اصلا مسلمين وخبراء ورائعين بجد، انا بنشر لحد يعني او بقرا لناس غير مسلمين؟ طيب احنا قلنا زي ما قلنا الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها. يعني انا المكان اللي الاقي فيه المعلومه، واحد قبل 40 سنه في مجال، تمام، اكيد عنده خبرات كبيره جدا، ومش معقوله كل الخبرات ديت يعني حاجات حرام ومحرمه دينيا. اكيد في كلام هيفيدنا، وده بالفعل يعني كتب فعلا طلعت عليها رائعه جدا، وخساره فعلا ان احنا ما نشوفهاش وما نفهمش كلامها وما نعملش بالمعلومات اللي فيها. تمام، فاحنا كده زي ما قلنا الحكمه ضاله المؤمن ان ارتداها فهو حق بها. كده خلصنا من اول نقطه. بعد كده في مقوله اثرت فيا جدا للدكتور عبد الرحمن منصور، وده استشاري اسري مسلم مصري. بيقول ايه؟ من يقدم على الحياه الزوجيه دون تاهيل كمن يلقي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحه سيغرق في بحر من المشكلات. مرة أخرى، من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يلقي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة سيغرق في بحر من المشكلات. عدم التأهيل ممكن يؤدي لحاجتين. الأول طلاق عاطفي، وده عبارة عن يحصل فجوة بين الزوجين، تجاهل، كل حد يكون في وادي، ويكون في برود في التعامل بينهم، وكل حد له حياته كده ويتقابلوا بالصدفة، ما يتكلموش مع بعض أصلا. تمام، اللي هو يعني حرفيا الواحد لو ليه شريك في سكن أو كده أو في البيت عموما في الأسرة مش هيحصل كده مهما حصل. يعني مهما حصل علاقات ومشاكل وكده، مشاكل وخناجات وكده وشدات والكلام ده كله، مش هيوصل ابدا ان كل حد يكون في وادي. لكن بالفعل في ناس كتير وصلوا لمرحله الطلاق العاطفي. تمام، يعني عايشين مع بعض ومش عايشين، وده مش الهدف اصلا من البدايه، مش هدف بناء اسره ولا بيت. ما كانوش اجتمعوا مع بعض اصلا. تمام، والكلام ده مش كلامي، كلام خبراء برضه. ثانيا الطلاق الفعلي بقى اللي احنا عارفينه اللي هو الانفصال. تمام، نيجي للطلاق الفعلي. في إحصائيات حرفيا صادمة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر سنة 2023 سجل 265,606 حالة طلاق، والعدد الحقيقي أكتر من كده طبعا. وفي تقارير بقى بتقول إن عدد المطلقات في مصر وصل ل5 مليون. عدد يعني مفزع، عدد مفزع جدا. ده المطلقات رسميا، يعني رسميا في شهاده طلعت بالطلاق ورسميا هي مطلقه. ده غير بقى اللي هي تعتبر طلاق فعلي، بس مثلا زوجها مش راضي يطلقها علشان القايمه، علشان المؤخر، علشان ما اعرفش ايه، او ان هي مش عايزه تطلق علشان الاطفال وعلشان ولادها وما يعيشوش يعني بعيد عنها. يعني في ناس كتير مطلقات بس مش مطلقات رسميا. تمام، يعني العدد أكتر بالفعل من هذه الأعداد، يعني شيء يعني تشيب له الرؤوس. لما نرجع للسبب الرئيسي هو غياب التأهيل وعدم وعي الأهالي بأسس اختيار الشريك المناسب. ده السبب الرئيسي ورا كل الكلام ده. هنلاقي إن ده السبب الرئيسي والمشترك بين كل الحالات دي. في نهاية الحلقة أتمنى أكون وضحت لكم أهمية التأهيل ومعناه، وده طبعا مجرد مدخل لموضوع كبير جدا هنخوض فيه مع بعض ورحلة طويلة هنمشيها مع بعض. حاولت أختصر على قد ما أقدر علشان وقتكم. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم، ولو عندكم أي تعليق أو اقتراح اكتبوهم في التعليقات وأنا هرد عليكم بإذن الله بأسرع وقت. سؤالي لكم النهاردة لكل حد سمعني: إيه رأيك في فكرة التأهيل للزواج؟ هل تؤيدها أم تعارضها؟
وليه. ليه برضو؟ يعني أنا عايزة الرأي والسبب. ومن وجهة نظرك ايه أهم جانب من جوانب التأهيل؟ وبرضو عايزة السبب. أنا مش هسيبك كده أو سيبك كده تكتبوا وتمشوا، لا احنا عايزين نعرف السبب ونعرف فهمنا ايه النهاردة. يا ريت كل الناس اللي سمعوني يردوا على السؤالين دول. هعيدهم تاني. رأيهم في فكرة تأهيل الزواج والتأييد، وهل من مؤيديها أو معارضيها، والسبب في كده، ووجهة النظر في أهم الجوانب وأهم الجوانب من جوانب التأهيل. تمام. وبرضه السبب. في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.